صورك العائلية وأخبارك الشخصية التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. صورك وأنت تأكل. صورك وأنت تشرب. صورك وأنت في المصيف. صورك وأنت في الطائرة. صورك وأنت مسافر. صورك وأنت تحتفل. لابد أن تدرك أن هناك من يراقبك ويقارن حياته بحياتك. ما قد يسبب لك مرض يقعدك في الفراش لمدة أسبوع، بل قد يسبب لك فاجعة في حياتك وأنت لا تعرف ما السبب. الله تعالى يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فالعين حق والحسد مميت. الحسد يضيع الفرحة والصحة ويضيع راحة البال. ليس بالضرورة الشخص الذي حسدك يكون كارها لك. وإذا بحثت بين الناس لوجدت أن أكثر الذين يحبون الظهور هم الذين يتعرضون لعراقيل وأمراض متكررة في حياتهم. فحافظ على خصوصية حياتك ولا تكون مخترق بعيون الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ويقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.